السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاسيكو العرب، مباراة القمة، نهائي كأس مصر، الأهلي والزمالك. حكم أجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالسعودية. ده لو على حساب تركي آل الشيخ يجيب الحكم الأجنبي منعا للوش اللي بيحصل حكم مصري ومش حكم مصري، فتركي آل الشيخ ممكن يجيب حكم أجنبي على حسابه عشان تبقى المباراة شكلها جميل وكويس. إصابة وسام أبو علي في التدريبات، والنهارده إن شاء الله في أشعة كشف عليه، وممكن يستبعد من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. كابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة النادي الأهلي، وكابتن حسين لبيب رئيسا لبعثة نادي الزمالك. الزمالك هيسافر النهارده إن شاء الله يوم الاثنين، والأهلي هيسافر يوم الأربعاء بإذن الله. زي ما انتم عارفين ان كعادة كولر مدرب الأهلي بيحب يسافر قبل المباراة بيوم ولا حاجة. الزمالك هيسافر النهارده والأهلي هيسافر يوم الأربعاء إن شاء الله. الونش ومحمد عبد الشافي وابراهيم منداي بره حسابات جوميز مدرب الزمالك للاصابه، واستبعاد سيف فاروق جعفر من ال 30 لعيب اللي اختارهم مدرب نادي الزمالك جوميز. ان شاء الله 12 مارس قرعه دوري الابطال افريقيا اللي بيكمل فيها النادي الاهلي، ونتمنى له التوفيق. وقرعه الكونفدراليه المشارك فيها نادي الزمالك وفيوتشر نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، مع انه ممكن الاثنين يقابلوا بعض ولا حاجه. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يخرجها مخرج مباراة نهائي كأس العالم السابقة بقطر ب 44 كاميرا، تصوير عالمي، واستوديو على MBC مصر وعلى اون تايم سبورت، وتعليق كابتن مدحت شلبي. أحب أعرف تعليقاتكم وتوقعاتكم لنتيجة المباراة ومين يكسب، الأهلي ولا الزمالك. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله. صلوا على الحبيب.